كل ما بقى عندك عضلات اكبر، كل ما بقيت تقدر تحرق سعرات حراريه اكتر وتخس دهون بطريقه احسن. وكل ما بقى عندك دهون قليله في الجسم، كل ما تقدر تبني عضلات اكبر. فمن الاخر كل ما عضلاتك بقت كبيره ودهون عندك قليله، تقدر تاكل سعرات حراريه اكتر، وطبعا شكلك هيبقى احسن. طب انهي يجي الاول؟ بس الاول ولا ابني عضلات الاول؟ بص، لو انت شاب صغير ورفيع جدا وما عندكش عضلات، طبعا هتبني عضلات الاول وتكبر الاول. بس للاسف معظم الناس في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده محتاجين يخسوا الاول. فكل اللي محتاجه هو ان انت تبدا تشيل حديد عشان تحافظ على العضله اللي عندك، تقلل السعرات الحراريه بتاعتك، وتخسس كويس جدا لغايه ما تبقى اقل من 11% دهون في الجسم. وده هيخليك انسولين سنسيتيف، او حساسيه الانسولين عندك هتبقى عاليه، وبالتالي جسمك يقدر يستخدم التغذيه اللي عنده كويس عشان يبني بيها عضلات. ومن هنا تبدا تبني عضلات كويسه وتزود اكلك من غير ما تزيد دهون جامد. ومجرد ما وصلت لاقل من 11% دهون، تبدا تبني ببطء عضلاتك بالاكل النظيف، طبعا شيل الحديد الكويس. ومن هنا دهونك هتبقى قليله وعضلاتك هتبقى كبيره، وهتقدر تاكل اكتر، وصحتك هتبقى احسن كمان. فكل اللي محتاج تعمله هو انت تضحي في الاول بس، وتخسس كويس جدا. نشوف عضلات بطنك خفيفه كده، بعد كده تبدا تبني عضلاتك على نظيف. مجرد ما عملت التضحيه دي في الاول وعرفت تبني عضلات، هتقدر تاكل كميات اكبر، وصحتك هتبقى احسن.